يا صباح الخير وصباح الجمال على احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بالف خير. انا رانيا من قناه رانيا ستايل. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده. النهارده بقى هنعمل مع بعض اجمل واسهل واخف واحلى كيك ممكن تدوقيه. هنعمله النهارده بالسفندي مش بالبرتقال، كيكه السفندي. هنشوف مع بعض ازاي هنعملها بطريقه سهله جدا، مكونات عندك كلها موجوده في البيت. تنفع بقى للاطفال وهم رايحين الحضانه، المدرسه، في اللانش بوكس، يفطروا قبل ما ينزلوا، ليكي انت تفطري، او حاجة زي يعني تحلية كده مثلا وقت العصر. تعالوا يلا نشوف مع بعض كده المكونات. ونشوف الاول بوريكم قد ايه هي هشة، قد ايه. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. الوش بقى بتاعها كده مكرمل، وبصوا رهيبة يا جماعة، بجد رهيبة رهيبة. تحفة تحفة تحفة. بوريكم مسمية قد ايه، شايفين. اعلمك ازاي تعملي الكيك بطريقه ناجحه وما يتكتمش منك ولا يبوظ ولا ما يستويش وكده. تعالوا يلا مع بعض كده نبدأ الفيديو بتاعنا. بصوا اول حاجه هنجيب مع بعض الدورق بتاع الخلاط. وبعدين هنبدأ ان احنا نضيف المكونات بتاعتنا السايله كلها في الخلاط. اول حاجه عايزه 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، يعني ما يكونوش في التلاجة، برا التلاجة. تبدأي كده تنزليهم في الخلاط التلاتة مع بعض. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا اهو. وبعدين هبدأ ان انا اجيب الفانيليا بتاعتي. هحط حوالي كيسين من الفانيليا علشان طبعا البيض. وهبدأ ان انا اضيفهم فيه على البيض اهو. وبعدين هجيب السكر بتاعي. هحط كوباية ونص من السكر. دي اول كوباية اهي، وده نص كوباية تاني. طبعا الناس اللي بتحب الكيك مسكر حطي كوباية ونص، بتحبيه اقل شوية كوباية وربع. وهحتاج كوباية كبيرة من اللبن بنفس المعيار اللي عايرنا بيه السكر، وان شاء الله نعاير بيه الدقيق ونعاير بيه كمان السمنة. بصوا كده بقى، احط كوباية من الزيت على السمنة، يعني نص سمنة ونص زيت. شايفين. بتبقى برضو بدرجة حرارة الغرفة او مسيحاها بس باردة مش سخنة. هنا بقى الخطوة المهمة جدا، انا جبت هنا قشرة سفندياية، سفندياية واحدة بس. وحطت لها شوية مية في الكبة وطحنتها طحن ناعم زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى اللي هتخلي الكيكة بتاعتك تحفة، بمعنى كلمة تحفة، ريحة طعم حاجة كده وهم يعني. وضفتها على الخليط السائل. دلوقتي مش هعمل اي حاجة غير ان انا هاخد المكونات بتاعتي دي واضربها في الخلاط. ولو عندك معلقة خل حطي معلقة خل على المواد السائلة دي كلها. ويلا بينا مع بعض نضربها كده. طبعا تضربي يعني فترة حلوة علشان كل المكونات تمتزج مع بعض كويس جدا وتتجانس، يعني تكون خليط، يكون خليط ناعم خالص مفيهوش اي تكتلات. وطبعا كل ما بتخلطي كل ما الهواء بيدخل وبيخلي قوام الكيك احسن وافضل وانجح. هنا بقى فضلت كده اضرب فيها. طبعا عندك مضرب اضربي، انا بستخدم الخلاط دايما في الكيكات وبتطلع ما شاء الله كويسة. بفضل اضرب فترة كده يعني حلوة، على السرعة العالية او ممكن بطيء وبعدين السرعة الاعلى. بس ما تحاوليش انك تضربي في عكس الاتجاه، يعني مرة على اليمين ومرة على الشمال، لان ده غلط بيبوظ الكيك. خليكي على نفس الاتجاه. بعد كده بقى هجيب البولة بتاعتي وهبدأ ان انا اضيف كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاغراض او متعدد الاستخدامات.
الدقيق المتاح عندك استخدميه. ده دقيق سايب عادي خالص، ما يعني مش بتاع حلويات ولا اي حاجه، دقيق سايب. وهضيف كيس من البيكنج باودر على اول كوبايه، وهضيف الكوبايه التانية، وهضيف نص الكوبايه التاني. وهبدأ ان انا اضيف يعني انخل شوية كده، وبعدين هضيف ذرة من الملح علشان خاطر ان الملح بيبقى عامل زي المادة الرافعة كده، بيحسن من قوام الكيك وبيخليه مظبوط. هنا انا نخلت شوية، وبعدين بقى سبت شوية دقيق كده في المنخل عشان اضيف ذرة الملح اللي قلتلكوا عليها. ونخلت بقى كويس جدا جدا جدا، وبعدين فضيت المنخل ونخلت كذا مرة تاني دقيق، علشان كل ما بتنخلي بيدخل هوا، فبيخلي الكيك عندك هش وطري ومسمي وما يكونش مكتوم. هنا بقى خلاص الخليط بتاعنا اللي كان جاهز بدأت ان انا اضيفه على الدقيق، وبأي مضرب عندك او بأي معلقة او اي حاجة بتخلطي بيها، حتى لو بايديكي حتى لو بمضرب كهربائي، براحتك خالص. تبدأي تقلبي في نفس الاتجاه برضو، مش عكس يعني مش عكس بعضه، يعني مش هقلب مرة على اليمين ومرة على الشمال. بس هتنزلي بقى الدقيق بتاعك كده من على حواف البولة، وتبدأي ان انتي تقلبي بقى بسرعة كده بحيث ان كله يمتزج مع بعضه، الدقيق يدخل بقى في البتاع قولوا معايا المواد السايلة، يخش كله في بعضه ويتجانس ويبقى قوامي بقى كده وعامل زي الكريمة كده. هوريكم بقى بعد ما خلصته شايفين عامل ازاي، هوريكم بقى التقل بتاعه والقوام بتاعه. انا ضفت حوالي يعني معلقتين من اللبن كمان، عشان عايزاه يكون سايل اكتر شوية، يعني ضفت على الخليط ده معلقتين من اللبن او معلقتين مية، براحتك اللي عندك حطيه. خلاص كده هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي، دي صينية وسط، وحطيت فيها نقطتين من الزيت، وبدأت ان انا ادهن كده الصينية بتاعتي من القاع بتاعها، وكمان هدهن الحواف عشان الكيك ما يلزقش او يكون يطلع بسهولة يعني. كده كده لو صينية عندك سيراميك او تيفال او كده، هي بيكون فيها مادة عازلة مش بتلزق الكيك. شايفين بقى ما شاء الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، شايفين شكلها. هضيف بقى كل الخليط بتاعك، تحاولي تنزلي كله بالاسباتيولا بقى اللي متبقي كله، علشان خاطر ان يعني من مكونات يعني من المكونات بتاعة الكيك، فعشان ما يبقاش الكمية يعني قليلة، فاهمين؟ ده من الدقيق ومن البيض وكده، من المقدار يعني. بس كده بقى خلاص اهي. هبدأ بقى ان انا اكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، وهبدأ بصوا بخبطها كام خبطة كده. شايفين بقى الهواء اللي بيخرج ده، النقط اللي بتبقى عليها دي كده بتطلع كل الهواء اللي موجود جوه. بس كده خلاص هي جاهزة، ويلا بينا على الفرن بقى. كده دخلتها جوه على الفرن، وهسيبها بقى شوية. طبعا انتي الفرن بتاعك حسب حرارته بقى، يعني ضعيفة قوية، وتظبطي التايمر بتاعك، وبتستني بقى تشوفي الكيك بتاعك ايه اخباره. هو اهو جوه الفرن، وهنشوف بقى كده بعد ما يستوى. كده بقى خلاص اهو خرج بقى، وبصوا بقى الجمال وبصوا الحلاوة. تعالوا بقى نقطعه مع بعض كده ونشوف. انا بعمله اختبار بس بعصاية الشيش، عشان اشوف لو في حاجة لازقة يبقى ده كده لسه مستويش، لكن لو مش لازقة يبقى تمام كده خلاص. بتختبريه يعني قبل ما بتطلعي. بصوا بقى انا بقطع كده حاسه هاشش خالص، ويعني ما شاء الله بتعرفي طبعا وانتي بتقطعي ان قد ايه الكيك بتاعك ناجح. قطعي بقى بالطريقه اللي انتي عايزاها بقى مربعات، عايزاها سمبوكسات، عايزاها قطع كبيره قطع صغيره، براحتك خالص. دي بقى حاجه ترجع لك انتي. انا بحب اقطعها كده مربعات صغيره. هوريكم بقى دلوقتي بعد ما اخلص تقطيع القطعة عاملة ازاي، وقد ايه هي نافشة يعني وهشة كده ومش مكتومة خالص. لا بجد بجد اعتمدوها يا جماعة، والله طريقة في منتهى الجمال، وحرفيا ريحة
الكيك نفسه رهيبة رهيبة. بصوا مالية الشقة. من طبعا التركاية بتاعة قشرة السفندي حقيقي تحفة تحفة، جربوها بجد. كده خلاص اهو خلصنا بقى التقطيع. تعالوا بقى كده ايه نطلع مع بعض قطعة كده ونشوف بقى الجمال ده. هي طبعا سخنة جدا يعني ما ينفعش تطلعي كيك سخن، بس انا بطلعه عشان خاطر اوريكم. بس حتى مش قادرة امسكها يعني هي سخنة، بس بوريكم بقى شكلها. شايفين قد ايه عالية اهي وقعت. بصوا قد ايه هي عالية، جميلة جدا جدا جدا. طبعا هي عشان سخنة فوقعت بس هي جميلة جدا جدا. جربوها ويا رب يكون الفيديو عجبكم، كان خفيف عليكم وبسيط. واللي يعملها بقى ويجربها يكتب لي في الكومنتات وتقولوا لي عايزين ايه عشان اقدر اقدمه لكم. وشاركوا بقى الفيديو مع اصحابكم يا بنات، واشوفكم دايما على خير. متنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وباي باي.